جمهور الزمالك شايف ان رمضان صبحي راجل عاقل عشان كان بياخد فلوسه والاهلي كان ملتزم معاه، وان زيزو جعان عشان ما كانش بياخد سنة ونص فلوسه فسابهم ومشي، فكده هو جعان. شايف ان عصام الحضري اللي هرب الصبح على سويسرا واحنا قايمين فين الحضري، قال لك مشي، جاله عرض من سيون السويسري وراح اخد فلوس ومشي. فهم شايفينه اللي هو اسطوره، وان الاستاذ زيزو جعان. شايفين ان عبد الله السعيد اللي راحوا دفعوا له 40 مليون كاش وتصوروا معاه صوره هي الاغلى في التاريخ، راجل اسطوره وراجل معلم ومش غلطان، وان زيزو جعان. انت نفسك يا زملكاوي لو قعدت شهرين ما تقبضش في شغلك هتسيبه وتمشي لانك جعان. انا لو ما قبضتش 3 شهور هجوع، هاكل عيالي منين؟ بس الجعان الصح هو شخصيتك، عشان انت متناقض. عشان نفس الموقفين ومش نفس الموقفين كمان، ده واحد ما بياخدش فلوس خالص، انما التلاتة اللي باعوا الاهلي مثلا عشان الفلوس فدول كانوا بيقبضوا شهر بشهر كده، وكل 3 شهور بياخدوا فلوسهم وعقودهم بتتمدد وبتتجدد وبياخدوا فلوس، بس هم طمعوا. فدول مش جعانين، واللي ما كانش بياخد خالص من الزمالك جعان. يا ولاد الجعانة. اشرب من بز الجاموسة يا حضر، اشرب دايركت. يا زملكاوية يا ولاد الايه، دماغكوا دي تحت.